مشكلتنا كبرى يا إخواني. الإنسان إذا كان شاف واحد من أصحابه بدا يتشيع ولا يمشي مع الشيعة ينبهه، لأن احنا أغرار السذج ما نفهموش، ما ناش عارفين يدور الشيعة، لأن يقول لك دولة إسلامية حكومة إسلامية، شكون ما يبغيش الحكومة الإسلامية؟ يجوهم من هذا الباب هذه. شفت كيف؟ بينما عندهم عقائد فاسدة، وإذا كونوا دولة نرجو من الله لا تكون لهم دولة إن شاء الله، ولا تقوم لهم قائمة، ولا يرفع لهم راية إن شاء الله، ولا تكون لهم ولاية. وش يديروا في كتبهم؟ يقولون إذا رأيت اليهودي فاتركه فله ذمة في كتاب الله، وإذا رأيت النصراني فاتركه فله ذمة في كتاب الله، وإذا وجدت السني فاقتله فليس له ذمة في كتاب الله. يعني احنا اللي رانا نقولون نبغوهم، فمن رانا غافلين بزاف. فيقوا أيها الشباب، فيقوا خاوتكم. والله لو تكونوا لهم دولة وإن شاء الله ما تكونلهمش دولة، والله يقول لك القدس كذبوا، يروحوا القدس هم الطائرات اللي كانوا يضربوا بها العراق كلها مهندسين إسرائيليين. شفت كيف؟ كلها الهندسة بتاعها والتقنية بتاعها وقطع الغيار بتاعها كلها من إسرائيل. لأن كما قلت لكم أنا مقبل ما تنسوا شيء، جذور اليهود مع جذور الشيعة جذر واحد، شجرة هكذا. اليهود راحوا منا والشيعة راحوا منا، ولكن الأصل واحد، لأن الذي صنعها هو عبد الله بن سبأ اليهودي اليماني. لذلك إذا بغيت تهيج واحد شيعي وتهبله وتشوفوا كيفاش، قل له تعرف شخصية في التاريخ واسمها عبد الله بن سبأ، يغضب يقول لك ما كاينش. علاش؟ لأن إلا قال لك كاين، قل له هذاك هو جدكم اللي دار لكم العقيدة، ينكروه يقولوا ما كاين شيء. ودخل معهم حتى طه حسين كالخولو لما كان كاتب عربي كبير، كالخولو وقال لهم قضية عبد الله بن سبأ هذه افترها التاريخ الإسلامي وأدخلها في طياته، فليس لها علاقة بالتاريخ الإسلامي. بينما كما قلت لكم التاريخ الموثوق به، التاريخ المعتمد اللي هو تاريخ ابن كثير وتاريخ ابن جرير، وكذلك كتب ابن القيم وابن تيمية، العلماء السنيون الذين يعتمد بقولهم كلهم جابوا الشخصية هذه، أصبحت متواترة. لأن الأمر المتواتر ما يجبوش يكذبوا فيه الناس. حاجة كما هذه جاية من الإمام علي حتى الذكر فيها كذب، نقلها جمع عن جمع عن جمع حتى لحقت لنا. نقول احنا هذه، يقول لك هذه مكذوبة، لأن الشيعي يمتحن نقول له فيه هناك شخصية واسمها عبد الله بن سبأ في التاريخ الإسلامي، يقول لك ما كاينش هذيك، يغضب يقول لك هذه كذبتوا وجبتوها ثم دخلتوها، لأن إلا قال لك كاين قل له هو اللي دارها لكم. هذا هو اللي كون لكم العقيدة الفاسدة، وهو اللي كون لكم عقيدة التشيع اللي هي فرع من اليهودية وفرع من المجوسية. فهمت الآن؟ إذن المذهب بتاعنا الحق الذي ندين الله به، ونرجو الله تبارك وتعالى أن نموت عليه حتى نحشر مع صاحبه اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، هو مذهب أهل السنة والجماعة. وسائر المذاهب وعلى رأسها الشيعة كلها مذاهب كافرة، وبالأخص الشيعة. قلت لك العلماء تاعنا المحققون قالوا هم أخطر على الإسلام من اليهودي والنصارى، لأن يهودي ونصراني باين هاوليك، هذاك في الكنيسة وهذاك في البيعة. أما هذا يقول لك لا إله إلا الله محمد رسول الله ويجي معاك، يدخل الطواف يطوف معاك، يدخل الصلاة يصلي معاك. لما يقول الإمام الله أكبر يخرجوا هم ونسائهم ويجوا رايحين. وشفتهم يقف الحج اللي يدخلوا ناس يتجلسوا كراع بكراع ويتكيف لداخل الحرم، هذا تقول عليه أنت مسلم؟ طيب يا سيدي بغيت تكيف روح للبحر وتكيف. علاش تمكي فينا وتحرقنا قلوبنا وتجلس داخل الكعبة والإمام يصلي وتتكيف؟ واحضر معاك انت، احضر معاك انت، وتقول انت مين عينه يدخلوا الإيمان؟ وين يجي الإمام؟ مين يدخل؟ راهم الناس كفرة، ونقولها وانا عارف واش نقول، لأن قريت كتب الأوائل وقريت كتب الأواخر وعشت مع علماء أجلاء كبار
كما الشيخ بن باز، كما الشيخ ناصر الدين الألباني، كما الشيخ العثيمين، كما الشيخ أبو بكر الجزائري، الله يبقي في عمرهم إن شاء الله كلهم وربي يبارك فيهم ويبقوا دعاة للإسلام. هؤلاء كلهم يلعنونهم ويقولون لا حظ لهم في الإسلام.